السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا نبدأ بقى يومنا بالغلة الجميلة التحفة دي، عاشورة. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير يا رب. عندنا عاشورة أو غلة بلدي صعيدي يعني على أبوه. عملنا ايه بقى؟ غسلناها حلو قوي ونقعناها بمية سخنة ساعتين، مية سخنة بتغلي لأن دي بلدي بلدي. لكن اللي في المحلات ممكن تنقعيها ساعة او ساعتين بميه ساقعه يعني، بس دي عشان ناشفه شويه. نقعناها بميه سخنه ساعتين وبعد كده حطينا بقى على النار. طبعا هتغطيها بالميه وتوطي عليها النار بعد ما تغلي، وتسيبيها تتدمس بقى براحتها لغايه لما تبقى زي الزبده زي ما انتم شايفين كده. تفضلي بس رايحه جايه عليها كل شويه ايه تقلبيها. ولو الميه نقصت منها حبيتي تزودي هتزودي ميه سخنه، ما تزوديش ميه ساقعه. تمام كده. وهتفضلي تقلبي بقى يروحي بقى كتير كتير زي ما انت شايفه كده لغايه لما تستوي معاكي. هتكوني محضره معلقتين جوز الهند، ومعلقتين كريم شانتيه، ونص كوبايه سكر. طبعا السكر ده حسب الرغبه، عايز تحطي اكتر حطي براحتك، بس احنا مش بنحب الحلو حطينا سكر شويه. حطيت نص كوبايه سكر زي ما شفتوا كده، وكيلو حليب. تمام كده. وقلبتهم كويس زي ما انت شايفين كده، ووطيت عليها النار برضو وسبتها مع بعضهم كده بتاع ايه 5 دقايق او 6 دقايق. وبعدين رحت جايبه معلقتين لبن بودره، كل ده عشان يديها ايه طعم ودسامه كده ويبقى طعمها حلو. طبعا ما عنديش قشطه وما عنديش كريمه لباني، فالحاجات دي طبعا هتكفي خالص وتغني عن الكلام ده كله. طعمها طلع تحفه ودسمه. والحاجات اللي احنا حطيناها دي خليتها حاجه كده طعمه قوي يعني. وبعد كده حضرنا كوبايه حليب تاني. طبعا لو انت شايله من الكيلو بتاعك ماشي، مش شايله يعني ادي عندنا الحليب ده اللي هو العلب، اخدت منه كوبايه وحطيت فيه معلقتين نشا. وهنحط كيسين الفانيليا دول، يعني الكوبايه الواحده من الغله هتحطي من كل حاجه معلقه معلقه او كيس فانيليا واحد. كوبايتين غله زي ما شفتوا كده اللي انا حطاهم. حطيت معلقتين جوز الهند، حطيت معلقتين كريم شانتيه، معلقتين لبن بودره، معلقتين نشا، كيسين فانيليا. وهنقلبها زي ما انتم شايفين كده يا بنات، وهتوطي عليها النار بس تبقى ايدك فيها. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، ويقعد عليكم الأيام بخير يا رب، وحاجة كده خفيفة وتفرحي بيها ولادك وطعمة وتحفة يعني بصراحة. بعد كده هتغرفيها طبعا في الأطباق. واللي عندك بقى، عندك مكسرات، عندك سوداني، عندك زبيب زي ما أنا حطيت كده، اللي موجود عندك حطيه. طلع طعمها حلو قوي وما خدتش وقت. المهم تنقعيها كويس، المهم ايدك في التقليب ما تخليهاش تتحرق او تشيط من تحت. وطي عليها النار وتفضلي تقلبي فيها. ميتك نقصت زيدي ميه سخنه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسونيش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.